نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. استريح. شو اسمك؟ محمد أيمن. محمد أيمن. نعم. ما شاء الله. أي سنة في الجامعة؟ ثاني سنة. ثاني سنة. أي تخصص؟ أمن السبراني. ما شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟ الحمد لله كاملا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب العالمين، ونسأله أن يثبته في صدرك، آمين، وأن يجعلنا وإياكم من يقرأ ويرقى. من أين ستقرأ؟ إن شاء الله من سورة الحجر. ما شاء الله. بسم الله. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله يعطيك العافية. ما شاء الله. ما شاء الله. صوت جميل والنبرة عندك ما شاء الله جميلة جدا، في رخامة في الصوت. نسأل الله أن ينفع بك. آمين وإياكم. عندنا بعض الملاحظات بارك الله فيك. تفضل. حروف الصفير تنبه لها، فليس فيها تفشي. تمام؟ نعم. فحاول أنك تأتي بها خالصة، يعني هي لا تنتشر في الفم انتشار الشين. تمام؟ يعني لا تخرج إلى مخرج الشين، فحاول تأتي بها فصدع وليس فصدع واضح؟ تمام؟ يعني لا تخلطها وتأتي بها قريبة من الشين وتخرج معها هواء كثيرا. تنبه بارك الله فيك للقراءة من الخيشوم أيضا،
تنبه قدر المستطاع. نعم زكام خفيف مزكم بس تنبه يعني راعيها، يعني في بعض الأمور ممكن عندك عادة فيها تنبه لها، يعني مثل به. الآن حتى الباء ليست حرف غنة، فخلص الهاء وصيلتها أو وصيلتها من الغنة. طيب أحيانا عندما تلفظ النون تغلق الشفتين أو تقربها من الإغلاق، تنبه حتى لا تختلط النون بالميم. للمؤمنين ثم أغلق وخذ نفس، واضح، بعدما تنتهي من النون تماما. عما الميم المشددة فيها كز للشفتين ولا لا يوجد فيها كز؟ يعني هل تضغط على الشفتين ولا تأتي بها بتلطف؟ ايش رايك؟ عما شوف عما كذا فقط إغلاق للشفتين، تمام، ولا يزاد في الضغط، لا يقال عم. واضح؟ صحيح. في كل الميمات هذه سواء أتت قبل باء أو كانت مشددة أو كانت ساكنة وقس عليها. بارك الله فيك. جزاك الله يعطيك الصحة والعافية. دكتور محمد. والله ما شاء الله شيخ، أتيت على كلها وما شاء الله أنت أسرتنا بصوتك الجميل الندي. جزاكم الله خير. وأنا لي سأذكر ملاحظتين ولي طلب. تفضل شيخ. الملاحظة الأولى عدم تساوي المدود العارضة عندك. نعم. بعض المدود تقف عليها ب4 وبعضها ب2 بعضها ب5. لا، إذا حاول أنك تلتزم مرتبة واحدة هو فيها الجواز، ولكن إذا التزمت مرتبة 2 ف2 أو 4 4 أو 6 6 بحيث إيش تصبح بشكل واحد متساوي، تأخذ الحروف أزمنتها واللفظ في نظيره كمثله. المشدد فسبح بحمد ربك، المشدد لابد له من زمن، كما علق شيخنا على أحد المتسابقين قبلك أنها عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك. فلما نقول فسبح كأنها مكسورة، فسبح مع تخليص أيضا الكسر في الباء. هاتان الملاحظتان. أما الطلب، أريد منك أن تقرأ بصوتك وإحساسك. إنا كفيناك المستهزئين. صوتك جميل فيها ولكنك لم تحضر بإحساسك فيها. أريد الإحساس الآن هنا فيها. أعوذ بالله من الشيطان. إنا كفيناك المستهزئين. باقي عندك أحسن، مع انتبه لملاحظة الشيخ إغلاق على النون، باقي أحسن. عيدها مرة ثانية بعد إذن الشيخ يعني. إنا كفيناك المستهزئين. أحسنت، أحسن الله عليك. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. أنت رائع في الأولى والثانية والثالثة. ما شاء الله. أنا عندي طبعا، آسف شيخ محمد. لا بالعكس، بس هو رائع في أنا الأولى أريد أن والثانية أستخرج أفضل ما عندي. جزاك الله. تفضل شيخ. شيخ جاسم. والله ما عندي إضافة على المشايخ، ما شاء الله تلاوة جميلة، صوت ندي، تنوع في النغم نفسه، التلاوة نفسها، تدبر الآيات والمعاني مثل ما قال الشيخ، تقرأ المعاني بالطريقة الصحيحة يعني. جزاك الله خير والله ينفع بك. الشيخ هيثم. حياك الله شيخ محمد. لا تعليق، جزاك الله. لا تعليق، لكن أنا لدي دعوتين. الدعوة الأولى جزاك الله خيرا، إحساس جميل، صوت رائع، ركوز في الصوت راقي جدا. والدعوة الثانية هي لإخواننا في جامعة الوسيل، جزاهم الله خير، أن جمعونا في هذه المسابقة، مسابقة نور على نور، لكي نسمع هذه الثلة الطيبة وهذه الأصوات الجميلة. آمين. وأنت اليوم كنت نور على نور. آمين. حفظك الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية. والآيات التي تلوتها من آخر سورة الحجر. نعم. وفيها وصية عظيمة جدا، خاصة في زمن طغت فيه الماديات. نعم. الآن أصبح الناس يتطلعون إلى مركب الشخص وإلى كم يملك وإلى كذا، وحتى عندما واحد يدخل إلى البيوت يعني يناظر يمينا وشمالا عن ملك هذا وزينة ذاك وهكذا. فانظر إلى الوصية العظيمة خاصة لصاحب القرآن في هذا الزمن: ولقد آتيناك 7 من المثاني. فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة كما في الحديث، خصها ثم عطف القرآن العظيم على ذلك من باب العطف، عطف العام على الخاص. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. طيب إيش المطلوب منك أنت يا قارئ القرآن، يا حافظ القرآن؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا.
فهذا قالوا ينبغي لقارئ القرآن وحافظ القرآن أن يستغني بالقرآن عما في أيدي الناس، لا بد لك من ذلك. يعني أنت الله سبحانه وتعالى شرفك بكتابه، فأنى لك أن تذهب إلى الناس وترى نفسك أقل منهم. ولذا ورد في بعض الآثار وبعضهم ضعفها أن من أوتي القرآن ورأى أن غيره أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله، لأن الله سبحانه وتعالى هذا شرف لا يعطيه لأي أحد. فهذه وصية لحفاظ القرآن خاصة ولقارئي القرآن من المسلمين. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.